السلام عليكم. دلوقتي هنصلح مكوى كف بخار. المكوى ديت كف بخار دي درجة حرارتها عليت وبعد كده فصلت خالص ما عادش بتسخن. احنا هنغير لها السلوك اللي جوه ونغير لها التربستان. هنفك المسامير. طبعا دي التربستان ودي السلوك ده هنغير طقم السلوك دي كلها وهنغير التربستان. طبعا دي سلك حراري وده عازل حراري وده الترامل بتيجي كده، بس احنا ايه تيجي بالبلاستيكية، بس احنا بنشيل البلاستيكية كده عشان ما تسيحش على السلك. وهي الترميلة بنجيب السلك ونقشر السلك كده نحطه في الترميلة اهي، وبالبنسة بنقفل عليه كده كده زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا احنا عشان وقت الفيديو طبعا بنحط السلك جوه العزل الحراري. طبعا عشان وقت الفيديو احنا جهزنا الحاجات ايه السلوك اهي. طبعا هنبدأ نفك السلوك ديت. ننضف مكانه. هنجيب الترموستات الجديد هنحطه مكان التاني. هو مش هنبدل حاجة، كل حاجة تركب مكانها. السلوك نفس السلوك والترموستات نفس الترموستات. احنا حطينا راس الترميلة ديت في نظام وردة عشان المسمار ايه نحس اللي هو ايه مش رابط على الترموستات كويس. طيب ماشي كده ربطنا الترموستات. طبعا الترموستات نظام كوبري، بيجي سلك كهرباء عليه كوبري هو اللي بيوصل ايه فردة واحدة من الكهرباء، نظام مفتاح. طبعا السلك ده نوصل فردة على السخان، فردة على السخان اهي. زي ما انتم شايفين كده طرف السخان طالع على الترموستات على طول. طبعا احنا بنربط المسمار ده نخلي بالنا ان المسمار ما يلطش جسم ايه ما يلطش جسم السخان زي كده. فاحنا بنرفع الترموستات كده 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 اهو، بس المسمار يكون بعيد عن الجسم ما يلطش الجسم. طبعا السلك التاني هيفصل من الترموستات للكهرباء، الترموستات للكهرباء. الترموستات للكهرباء السلك اهو. طبعا هنرفعه زي ما رفعنا التاني. هما 3 سلوك. السلك ده هيتوصل من السخان للكهرباء للأرضي بتاع الكهرباء، أو الكهرباء مش هتفرق لو بدلت الأطراف. كده كده إيه السخان بيوصل له أرض وكهرباء. حطيت الكهرباء يمين حطيتها شمال، أهم حاجة السخان يوصل له أرضي وكهرباء. طبعا برضه هنرفع السلك ده
عشان ما يلطش جسم السخان ويعمل لنا مشكلة. أهم حاجة نخلي بالنا عشان إيه الجسم السخان ما يعملش مشكلة. كده هنقول السلكين دول اللي هتوصلوا في الكهرباء. السلك ده رايح من الكهرباء على الترموستات، والسلك التاني طالع من لمة الترموستات للسخان، ودي السلك اللي هتوصل كهرباء على طول مباشر بالارضي بتاع الكهرباء. يبقى دي ارضي ودي كهرباء، الكهرباء داخله على الترموستات والسلك التاني من الترموستات للسخان. كده دي توصيلة المكوى. دلوقتي هنقفل المكوى. نتأكد ان هو الربط عليه كويس. لازم تقرط عليه كويس عشان دي سلوك ايه كهرباء متعملش مشكلة. ماشي، نوصل السلك التاني. نقرط عليه كويس برضو. كده يبقى توصيلة المكوى. السلكين دول اللي رايحين، واحد ارضي وواحد كهرباء، والكهرباء رايح على الترموستات، والترموستات ايه السلك الطرف التاني رايح للسخان. تمام. هنقفل المكوى. المكوى دي محور صناعي. طبعا كده المكوى اتقفلت. طبعا طرف دي أرضي ودي طرف كهرباء. وكده خلصنا المكوى. نقفل بقى الظهر. كده يبقى خلصنا المكوى بإذن الله، ونشوفكم في فيديو جديد تعليم الصيانة المنزلية. شكرا. دلوقتي الشفرة اشتغلت اهي.